الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نحمده على نعمة العشر ونحمده على نعمة ليلة القدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البشر. اللهم صل عليه ما أهل القمر وما هطل المطر وعلى آله وصحبه الغر. أما بعد، ولكأن الداخلين إلى رمضان لم يشغل بالهم من رمضان كله إلا هاته العشر الأواخر. لكأن هاته العشر الأواخر بفضلها وفضيلتها قد أنست المشمرين ما مضى من رمضان كله. لكأني بهاته العشر قد دفعت بدماء جديدة في أوردة الذين هم لربهم يرهبون. هم لفضل هاته الليالي والأيام يشمرون، الذين حفهم توفيق المولى عز وجل إلى رحمته ورضوانه، الذين قدوتهم إنما هو رسولهم صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع دخول هاته العشر يعلن حالة طوارئ روحية، في حالة يغلب عليها التربص والحذر، حالة هي أشبه ما تكون بالنفير العام. كان رسولكم صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يشد مأزره ويحيي ليله ويوقظ أهله، في حالة قل نظيرها في حياته بأبيه وأمي. ألا يشمر هذا التشمير وهو يعلم عظم هاته العشر؟ وما لنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وقد بين لنا فضلها وعظيم أجرها. إنما يزيد هذه الأيام رونقا على ما فيها من فضائل رمضان المعروفة هي وجود ليلة القدر التي هي أعظم عند الله من 1000 شهر. وتفسير هذه الآية أي ليلة القدر خير من 1000 شهر، تفسير هذه الآية عند أهل التفسير أن العمل والاجتهاد في قيام هذه الليلة يعدل عبادة 1000 شهر. وأعظم من هذا القول عند بعض المفسرين أن لفظة 1000 غير مقصود بها العدد، بل المراد منها الدهر، فالعرب تعبر بالألف عن التكثير لا إرادة العدد بعينه. هل يحتاج المؤمن إلى أكثر من هكذا تحفيز لكي يمتطي صهوة الركوع والسجود، وكي يركب مركب القيام والتهجد بالليل، وكي يأوي إلى مصحفه يرتل آياته ويرددها، ويبكي في عتمات الليل بكاء الثكلى راهي أن يعتقه من النار؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كانت ليلة القدر ليلة واحدة في السنة لقمت السنة حتى أدركها، فما بالك ب10 ليال؟ إن فضل هذه الليالي لتتطاول إليه النفوس مهما وجدت من العنة في هذا السبيل، فما بالك إذا كان هذا الفضل قريب النوال سهل المنال؟ إن هذا الفضل لا يتخلف عنه إلا مخذول، نعوذ بالله من الخذلان. أولئك الذين دعا عليهم جبريل عليه السلام. وفي صحيح ابن حبان أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقى المنبر: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. إن لسلف الأمة مع هذه الليالي قصصا وحكايات وأحوال ومواقف لا ينبغي أن تمر خطبة الجمعة دون ذكر بعضها.
كان السلف من شدة حبهم للعشر الأواخر من شهر رمضان يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من لياليها كما كان يفعل النخعي. أما أيوب السختياني فقد كان يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثيابا جديدة ويحرص على التطيب خلال هذه الليالي. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا جاءت ليلة 24 هم بالاغتسال والتطيب ولبس ثياب جديدة. أما ثابت البناني وحميد الطويل في مثل هذه الليالي كان يلبسان أحسن الثياب ويتطيبان ويقومان بتطيب المسجد في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. قال ثابت البناني أن تميما الداري وهو صحابي من الصحابة كانت له حلة اشتراها ب1000 درهم وكان يرتديها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. كان السلف في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لا يقتصرون على أنفسهم فقط، بل إنهم كانوا يشركون أهليهم في إحياء هذه الليالي، فقد كانوا يوقظون نساءهم وأبناءهم قدوة برسولنا صلى الله عليه وسلم. كان طلحة بن مصرف يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل ويقول: صلوا ولو ركعتين في جوف الليل، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار وهي من أشرف أعمال الصالحين. قال سفيان الثوري بشأن هذه الأيام المباركة: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد لها بالليل ويجتهد فيها وينهض ويولده للصلاة إن أطاقوا ذلك. قال إبراهيم بن وكيع: كان أبي يعني وكيعا كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى حتى جارية لنا سوداء. هذا طرف من أخبارهم. كرر علينا حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. هذه أخبارهم وهذه آثارهم، فهل من سار مسارهم أو محتف أقدارهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، والصلاة والسلام على كريم الخصال وعلى جميع الصحب والآل. أما بعد، أيها الأفاضل، ليس للكلام معنى إذ لم يتبعه تطبيق، وليس للكلام على فضل هذه العشر معنى إن لم ينتج عن ذلك مسابقة في الخيرات وإطالة للسجود في الركعات وتغيير للوجه بالدمعات. يا أيها العبد قم لله مجتهدا وانهض كما نهضت من قبلك السعداء. هذه ليالي الرضا وافت وأنت على فعل القبيح مصرا ما جلوت صدى. قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها ومثلها لم يكن في فضلها أبدا. طوبى لمن مرة في العمر أدركها ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والتسليم عليه، فقال فيه ربه قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.